كان نبي الله يونس عليه السلام يعيش في مدينة نينوى، وكان يدعو أهلها للإيمان بالله، ولكنهم كذبوه وأعرضوا عن دعوته. شعر يونس عليه السلام بالغضب والإحباط من رفض قومه لسماع الحق، وقرر أن يغادر المدينة من دون إذن ربه، حيث كان يعتقد أنه لم يعد له مكان بينهم. ترك يونس عليه السلام المدينة، وركب سفينة في البحر. ولكن فجأة هبط عاصفة قوية، وبدأت السفينة تتأرجح بفعل الأمواج العاتية. أدرك الركاب أن أحدهم كان السبب في هذه المحنة، فقرروا إجراء قرعة لاختيار من يلقى في البحر لتخفف السفينة من الحمولة. كانت القرعة من نصيب يونس عليه السلام، وتم إلقاؤه في البحر، وهناك التقمته إحدى أكبر مخلوقات البحر، الحوت العظيم، وسار به في ظلمات البحر. داخل بطن الحوت، وجد يونس نفسه في ظلام دامس وحالة من العزلة التامة. حينها أدرك خطأه وأحس بالتقصير في عدم الانتظار لحكم الله. وهنا بدأ يونس عليه السلام يتضرع إلى الله ويتوب إليه. في بطن الحوت كان يونس عليه السلام يردد باستمرار: لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين، معترفا بذنبوبته ومتوسلا لله ليفرج عنه. وبعد فترة من التوبة والدعاء، استجاب الله لدعاء يونس عليه السلام، وأمر الحوت أن يخرج يونس إلى اليابسة. خرج يونس وهو يشعر بتقدير أكبر لرحمة الله وحكمة الإله، وعاد إلى قومه مجددا ليواصل دعوته للإيمان. هذه المرة استجاب أهل نينوى لدعوته وآمنوا بالله. كانت قصة يونس تجسد درسا عظيما في قيمة الصبر والرجوع إلى الله في أوقات الشدة والابتلاء، وفي أن الاستعانة بالله والإخلاص في العمل والإيمان يمكن أن ينقذنا حتى في أحلك الظروف.